بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا الكرام، سعدنا هذه الليلة بزيارة ومقابلة أخوي وابن عمي سعادة العميد الركن حمد بن سعد البدري القمي، الرجل الذي وضع له بصمة لقبيلته عند الأجناب، عند البعيد والقريب طيلة حياته العسكرية، ولا زال يقدم. وبمناسبة ملكة ابنه سعد، أسأل الله أن يبني بيته، اللهم امين. جينا مباركين له وقدمنا له أبيات يبشر بعزه. وابو سعد عز والله يطول عمرك. وين جنب؟ اولا الله يحييك، الله يحييك ويطولنا في عمرك ويبارك لنا فيك وفي امثالك اللي رفعتوا اسمنا واسم القوم بمنتداكم اللي موجود عندكم، والملتقى منتقى الرشادين اللي متابع من كل الاتجاهات، يعني داخليا وخارجيا في المملكه وخارج المملكه. حضورك اليوم ومباركتك لنا هذه اكبر فخر ان موجود معنا رجل بهامه ومكانك في مكانتك وقامتك، يعني في المجال الاعلامي وفي تقديمك الشيء الكثير لجماعتك وربعك واصدقائك واصحابك، مشارك معهم بطيبك وبحالك ومالك وبقلمك وكل شيء، انت موجود معنا. فاحنا والله نعجز عن شكرك، يعني قد تكلمت فينا واثنيت على شيء احنا ما لنا شكر فيه. نحمد الله سبحانه وتعالى، احنا في وطن الله سبحانه وتعالى قادتنا ولاة امرنا هم المثل الاعلى لنا في كل شيء. فاحنا ما نفتخر بشيء في انفسنا، احنا نفتخر ان ابناء هذا الوطن الغالي. نحمد الله سبحانه وتعالى ان ابناء المملكه العربيه السعوديه، نحمد الله سبحانه وتعالى ان ملكنا سلمان وولي عهد محمد بن سلمان والاسره المالكه. نحمد الله سبحانه وتعالى ان ابناء قبائل نفتخر فيها في كل مكان. لما يذكر اسم قبيلتنا في اي منطقه احنا فخر فينا انفسنا ان احنا نمثل هالقبيله. فاقل شيء نقدمه لابناء عمومتنا وقبيلتنا ومن نحبنا اننا لما تذكر اسمانا تذكر قبيلتنا قبل اسمنا. لما يقول فلان الفلاني، احنا قبيلتنا هي عندنا هي راس المال. نحمد الله سبحانه وتعالى على النعمه اللي انعم الله علينا فيها، الامن والامان والراحه اللي احنا فيها. ما نقول الا الله يديم علينا اعز هالوطن. اللهم امين. ونقول انت الله يبارك لنا في امثالك ويطولنا في عمرك. والله يا ابو محسن ان نعجز عن وش نكافئك فيه. يعني انت رجل على قولتهم قليل، كلمه شكر فيك قليله، لكن اعذرنا لو صار منا احنا قصور. هذا وسلامتك، الله يطول لي عمرك يا حبيبي. ما حصل قصور طال عمرك ابو سعد. الله يعزك. ولا يوم جيتك وسلمت عليك وقدمت الابيات طلقت انه ما يجيني لها اي مكافاه، انك تستاهل اكثر من الشيء ذا. انت تفعل من بدون مقابل، تمام. وهذا انت معروف عنك، لا عن مني انا ولا من غيري. انت رجل ما جيت تتكسب والله بالشعر ولا جيت تتكسب، لا والله ما تثني ولا تمدح الا من يستاهل المدح. وانت راعيه. الله يطول عمرك، الله يطول عمرك. تابعوا القصيده بعد هذا اللقاء. بأمان الله. احتزم بي يا ابن عمي دامني حي واشوف، احتزم بي واعتنز بي بالمواقف كلها، وانت رجل الطيب دايم بالمواقف معروف. العميد الركن لو تجيه صعبة حلها، واعتبرني سيفك المسلول لا سلت سيوف. المواقف كل ابوها دقاها معجلها، لانك تنوم السهوم الموت بفعل معروف. من رجال نفتخر فيها ويظلل ظلها، يا عسى الله يحفظك يا ابو سعد من الصدوف. كاسب والنعم والطالات جت في حلها.